لو انت جديد في أمريكا، أهلا بيك في مرحلة لم الدنيا بس على نظافة. أول حركة ذكية: السكن يبقى قريب من مصانع ونشاط تجاري. ليه؟ عشان الشغل يبقى حواليك وتوفر وقت ومواصلات بدل ما تصاحب سواق الباص 3 ساعات رايح جاي. ده لو لقيت باص من أساسا، لأن أغلب المناطق ما فيهاش باصات. الإيميل المحترم يبقى صاحبك الأول. ليه؟ لأنه بوابة التقديمات والموافقات ومواعيد المقابلات. وخليه باسمك الحقيقي، مش توتو 1999، عشان ما يطيرش الانطباع الأول. التليفون ده خط الحياة. ليه؟ عشان المكالمات، رسائل التحقق، والجي بي اس اللي هينقذك لو ضعت. في أول سوبر ماركت، خط مسبق الدفع هيخليك شغال من غير كريدت. الحساب البنكي، هنا بتنزل الفلوس ويدفع الإيجار والفواتير بأمان. ليه؟ عشان تبعد عن الكاش وتبدأ تتعامل رسمي، بسيط وواضح، أحسن بداية. والكريدت سيبه على الجنب دلوقتي. ليه؟ لأن غلطة صغيرة ممكن تكسر السكور من بدري. هنفصل ده في حلقات جاية خطوة بخطوة. ولو عايز تكمل الصح، قدم على ستيت اي دي أو رخصة سواقة بدري. ليه؟ لأن كل حاجة تقريبا هتطلب إثبات هوية، ويريحك من حمل الجواز في كل مشوار. جايات حلقات نفصل فيها إزاي تدور على شغل حوالينك، وإزاي تطور نفسك واحدة واحدة لحد ما توصل للي في بالك. افتكر إن المعلومات دي للتوضيح العام بس، مش نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة. اللي وصل لحد هنا اكتبوا لنا في التعليقات انتوا في أي دولة في العالم، ولو في أمريكا انتوا في أي ولاية. وإيه المواقف اللي حصلت معاكم لما كنتوا جداد؟ لو انت جديد في أمريكا، أكيد أكتر حاجة شاغلة بالك هي الشغل. لازم تلاقي شغل وبسرعة، وفي بلد كبيرة ومش عارف منين تبدأ، حتى لو معاك مؤهل عالي أو مهنة قوية. في الفيديو ده هنعمل لك خريطة طريق بسيطة ولذيذة بس مركزة. أول خطوة: حدد نوع الشغل اللي هتبدأ بيه. شغل بداية سريعة زي مطاعم، مخازن، ديليفري، ولا شغل في مجالك؟ مفيش مانع تبدأ بشغل سريع قريب منك لحد ما ترتب أمورك. تاني خطوة: التطبيقات. افتح انديد وجلاس دور وكمان لينكد ان وزيب ريكروتر وسناجا جوب. اكتب اسم الوظيفة البسيطة اللي تناسبك، زي warehouse associate أو cashier أو driver، واستعمل الفلاتر entry level no experience والمسافة within 5 to 15 miles من سكنك، عشان ما تضيعش وقتك في مواصلات وتلاقي شغل قريب. ثالث خطوة: مكاتب التوظيف. في agencies بتتسمى staffing أو temp agencies، بيربطوك بشغل بسرعة، وخصوصا في المصانع والمخازن. دور على اللي قريب منك وروح بمظهر بسيط ومرتب. أوقات بيطلعوك شغل في نفس الأسبوع. رابع خطوة: الجروبات. خش جروبات الجالية على فيسبوك وواتساب. الناس هناك بتنشر فرص، نصايح، وأحيانا يحطوك على أول الطريق. بس خليك واعي، مفيش شغل بيطلب فلوس مخدم. لو حد طلب امشي. خامس خطوة: إيميل محترم وبريد صوتي. اعمل إيميل باسمك الحقيقي، وسيب بريد صوتي واضح. أهلا، أنا فلان، فاتتني مكالمتك، ممكن تبعت رسالة أو تتصل تاني؟ شكرا. المدير اللي هيكلمك مش هيجري وراك على انستجرام. سادس خطوة: الريزيومي. اسمعني كويس، هنا مش بيقولوا سي في، بيقولوا ريزوم، وهو مختصر صفحة واحدة. الفرق بين الاتنين هنشرحه في حلقة جاية، بس دلوقتي اعمل واحد سريع ومرتب. أعلى الصفحة اسمك، المدينة والولاية، رقم التليفون، الإيميل. أوبجكتيف صغير: شخص منظم ومجتهد، جاهز، أبدأ فورا، بدور على وظيفة قريبة لتطوير مهاراتي. سكيلز على السريع: التزام بالمواعيد، قدرة على التعلم السريع، استخدام جوجل مابس، أساسيات الكمبيوتر، تعاون مع الفريق، رفع وحمل حتى 55 باوند لو ينفع. تجربة سابقة، إذن لو برا أمريكا، اكتبها بالإنجليزي البسيط وبنقط قصيرة تبدأ بفعل assisted customers and handled cash accurately, packed and labeled products quickly and safely, cleaned and organized workspace to meet daily targets. تعليمك: آخر شهادة أو دورة. لو عندك شهادات أونلاين قصيرة، سلامة، كمبيوتر، حطها. مهم، خليه صفحة واحدة، مرتب، من غير صور ولا تفاصيل زيادة. وغير 3 5 كلمات في الأوبجكتيف والسكيلز حسب كل إعلان. خد كلمات من نص الإعلان نفسه. سابع خطوة: قدم بذكاء. كل يوم 10 15 تقديمات سريعة ومتقسمة.
5 يكونوا قريب من البيت. 5 انتري ليفل، 5 من خلال مكتب توظيف. وسجل اللي قدمت عليه في نوتس، اسم الشركة، اللينك، التاريخ، وردوا ولا لا. التنظيم هنا نص الشغل. 8 خطوة، اتصل بلباقة. لو حد كلمك وما ردتش، رجع الاتصال في نفس اليوم. لو هتتصل انت: Hi, my name is Ismak. I applied for the job title position. I live nearby and can start immediately. Is there a good time for an interview? بسيطة وواضحة. 9 خطوة، اختار الشغل القريب. الشغل القريب الشو توفير فلوس ومجهود. بدل ما تصاحب الباص ساعتين، اشتغل الساعتين دول وتخش بدري البيت تتعشى. مراكز مساعدة مجانية. في ولايات كتير فيه مراكز توظيف حكومية بتساعدك تكتب ريزيوم، وتدربك على مقابلات، وتوصلك لفرص. اسأل على أقرب جوب سنتر في منطقتك. نصايح أمان سريعة. مفيش حد محترم هيطلب منك تدفع فلوس عشان تتوظف. لو العرض باين عليه حلم لذيذ بفلوس كتير وشغل قليل، يبقى حلم فعلا. دايما شيك اسم الشركة وابحث عنه. الخلاصة: ابدأ قريب، ابدأ بسيط. عدل الريزومي لكل وظيفة، وقدم كتير بس بذكاء، وخليك متابع تليفونك وإيميلك. واحنا جايين بحلقات هنشرح فيها خطوة بخطوة ازاي تدور على شغل بشكل عملي، وازاي تطور نفسك واحدة واحدة لحد ما توصل للي في بالك. وكمان هنفصل الفرق بين سي في وريزيوم، وازاي تعمل نسخة احترافية. افتكر ان المعلومات دي للتوضيح العام بس، مش نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل اي خطوة. اللي وصل معانا لحد هنا، قولوا لنا في التعليقات بتسمعونا من اي دولة في العالم، ولو انتوا في امريكا اكتبوا لنا انتوا في اي ولاية، وايه اول شغلانة اشتغلتوها ولقيتوها ازاي. ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لايك، وياه لو معاه سبسكرايب. لو انت جديد في امريكا وربنا رزقك ولقيت شغل، هقول لك نصيحة من اخ كبير: ما تسيبش الفرحة تاخدك وتصرف كل اللي بتكسبه. امريكا بلد حلوة وبتبهر، وهتلاقي نفسك عايز تشتري وتجرب كل حاجة. بس خد بالك، كده هتبقى زي معظم الناس هنا. الفلوس تدخل النهاردة وتختفي بكرة. الأذكى إنك تبقى من ال5% اللي بيعرفوا يوفروا، لأن دول بعد سنة واحدة حياتهم شكل تاني خالص. خليني أديك مثال عملي. أحمد ومحمد الاتنين أصحاب، ساكنين سوا وشغالين في نفس المصنع في أوهايو. المرتب $3000 في الشهر. أحمد من أول يوم قال: أنا هعامل نفسي بجدية وأوفر 20%، يعني $600 كل شهر. بعد سنة أحمد معاه $7200 مدخرات، ولما عربيته باظت دفع ثمن التصليح من فلوسه وهو هادي ومبسوط. محمد قال: الحياة قصيرة يا عم، نصرف وننبسط. النتيجة: بعد سنة مدخراته صفر، ولما عربيته باظت صلحها على الكريدت كارد، وبعدها بشهور بقى مديون بأكتر من $1000 فوائد وغرامات. الاتنين نفس الشغل ونفس المرتب، بس الفرق إن واحد عنده أمان مادي وراحة بال، والتاني عايش بقلق من أي ظرف مفاجئ. الفكرة مش معقدة. وفر نسبة ثابتة من 10% ل 20% من دخلك، أي حاجة تقدر عليها. رتب باقي دخلك على الإيجار، الأكل، المواصلات، وخصص جزء بسيط للترفيه عشان ما تزهقش. الأهم إنك تبدأ عادة للادخار حتى لو المبلغ صغير. والفلوس اللي بتحوشها هنتكلم في حلقات جاية إزاي تستفيد منها وتكبرها. افتكر، المعلومات دي للتوضيح العام بس، مش نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة. لو وصلت لحد هنا وشايف إن الكلام لمس معاك، اعمل لايك للفيديو وتابع القناة عشان تدعمنا وتشوف الحلقات الجاية. واكتب لنا في الكومنتات انت بتتفرج علينا منين، ولو انت في أمريكا ساكن في أنهي ولاية، ورأيك في الادخار ايه؟ شايفه مهم ولا بالنسبة لك بلح ومش فارق؟ لو انت جديد في أمريكا وربنا ساعدك، اشتغلت وقدرت تحوش $15,000 وعارف انك لازم تشتري عربية لأن مفيش مواصلات بتوصل من البيت للشغل، اسمع نصيحة أخوية من واحد عايز مصلحتك. العربية أداة توصلك لهدفك، مش جايزة نتصور بيها. خلينا نفكر بهدوء في 3 اختيارات ونشوف ازاي ناخد قرار عاقل من غير ما ندفن نفسنا في أقساط. أول حاجة مهمة قبل ما نختار: خلي عندك صندوق طوارئ، يعني مصاريف شهر لحد 3 شهور على الأقل، عشان لو حصل ظرف ما تلجأش للدين. الاختيار الأول:
عربية مستعملة بحوالي 7 أو 8 آلاف وتحوش الباقي. ده اختيار ناس كتير من الخبراء بيميلوا له في البداية لأنك بتحافظ على السيولة. إزاي تنفذه صح؟ 1. تعمل فحص مستقل عند ميكانيكي قبل ما تدفع. 2. تشوف تاريخ العربية وعدادها وحوادثها لو حصل. 3. تخصص مبلغ صغير للصيانة الأولانية زي 1500 تقريبا عشان الزيت والفرامل والكوتش والحاجات اللي بتظهر بعد الشراء. الميزة الكبيرة: التكاليف الشهرية على قدك، وتأمينك عادة يكون أقل، ومعاك فلوس تكمل بيها خطتك، تطوير نفسك، تاخد كورسات، أو تحوش للاستقرار. الاختيار الثاني: عربية أحدث بحوالي 25,000، تدفع 15 مقدم وتقسط الباقي. ده بيدي اعتمادية أعلى شوية، وممكن يكون مناسب لو شغلك محتاج سفريات كتير أو مواعيد دقيقة. بس خلي بالك، القسط الشهري مع التأمين الشامل هيخلي جزء محترم من دخلك يروح للنقل. القاعدة الذهبية: إن إجمالي مصاريف العربية شهرياً، يعني القسط مع التأمين والبنزين والصيانة، حاول ما يعديش نسبة معقولة من دخلك. لو حسيت إنك هتختنق آخر الشهر يبقى الاختيار ده تقيل عليك. الاختيار الثالث: عربية زيرو، تدفع 15 مقدم وتقسط الباقي. شكلها لامع والضمان مغري، بس أول سنة قيمتها بتنزل بسرعة. وفوائد القرض للمبتدئين في أمريكا ممكن تكون أعلى، وكمان التأمين بيزيد. ده اختيار منطقي أكتر بعد ما تبني تاريخ ائتماني ثابت وتكون عامل صندوق طوارئ مريح مش في أول شهورك. خلينا ندي مثال حي بالأسماء، نفس المدينة ونفس الدخل الصافي. الدخل الشهري لكل واحد 3,000 دولار لمدة سنة كاملة. محمود اختار الاختيار الأول، اشترى عربية ب8,000، خصص 2000 صيانة وطوارئ، فاضل معه 5,000 سيولة. مصاريفه الشهرية كانت معقولة، وقدر يوفر تقريبا 3,600 خلال السنة. بعد سنة محمود معاه عربية شغالة وسيولة مريحة حوالي 8 لحد 9,000 ودماغه رايقة. ليلى اختارت الاختيار الثالث، عربية زيرو، دفعت 15,000 مقدم والباقي أقساط. القسط مع التأمين العالي خلى الادخار شبه صفر معظم الشهور، ومع نزول قيمة العربية من أول سنة لقت نفسها مسك حديد غالي عليها وسيولتها ضعيفة. مع إن الاتنين نفس المرتب ونفس المدينة، الفرق في القرار عمل فرق كبير في الراحة والمرونة. طب نختار إزاي بشكل عملي؟ لو أنت في البداية ولسه بتبدأ حياتك، العربية المستعملة النظيفة بسعر 7 أو 8 آلاف غالبا أذكى. اعمل فحصا مستقل قبل الشراء، ما تتكسفش تقول للبايع عايز أكشف عليها. حط ميزانية شهرية واضحة للبنزين والتأمين والصيانة الخفيفة. لو مضطر تركب عربية أحدث، تأكد إن القسط ما يضغطكش لدرجة إنك تمنع الادخار. افتكر، كل دولار سيولة معاك يعطيك قرار أهدى وفرصة أحسن. الخلاصة: العربية وسيلة تنقلك لرزقك مش مشروع العمر. لو حافظت على سيولتك في أول سنة هتعرف تبني نفسك أسرع وتختار بعدين براحتك، بيت، مشروع صغير، أو تطوير مهني، خطوة ورا خطوة بس بثبات. افتكر إن المعلومات دي للتوضيح العام فقط وليست نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة. ولو الكلام فادك اعمل لايك وفعل المتابعة عشان تدعمنا وتستنى الحلقات الجاية. وقل لنا في التعليقات بتتفرج علينا منين، ولو أنت في أمريكا ساكن في أنهي ولاية، ولو اتحطيت في نفس الموقف هتختار أنهي سيناريو، الأول ولا التاني ولا التالت، وليه؟ لو أنت جديد في أمريكا، أهلا بيك يا بطل. في شوية حاجات بسيطة ممكن تكون في بلدك عادية، لكن هنا لو عملتها هتحط نفسك في دوشة. خليك معايا دقيقة، دي نصايح مهمة علشان عايزك تمشي صح. 1. السواقة مش هزار، لازم تقف عند علامة ستوب وقفة كاملة، مش تبص على الطريق وتعدي. لو باص المدرسة واقف وإشارة التوقف مفتوحة، توقف من الاتجاهين. ممنوع تمسك الموبايل وانت سايق. حضر رخصتك وخلي اللي وراك وجنبك يربطوا الأحزمة وانت سايق. ليه؟ غرامة ونقاط على الرخصة والتأمين هيزيد عليك. نصيحة: استخدم جوجل مابس واقرأ قوانين ولايتك. 2. التصوير والتسجيل، اسأل قبل ما تصور، مش كل مكان ينفع تصور فيه الناس أو الأطفال. بعض الولايات كمان بتطلب موافقة الطرفين لو هتسجل صوت، ولو نشرت صورة لحد من غير إذنه
ممكن تواجه مشكلة خصوصية. نصيحة: لو مش متأكد اسأل ببساطة. ممكن أصور وامسح لو حد طلب. 3. النكتة اللي تبان خطيرة: كارثة في المطارات. إياك تمزح عن قنابل أو أسلحة أو أي حاجة أمنية، حتى لو هزار، في مطار أو مبنى حكومي. أي كلمة غريبة ممكن تخليك في تحقيق وتأخير وغرامة. نصيحة: مع رجال الأمن خلي كلامك قصير ولبق، وما تعملش مشاهد درامية. 4. المساحة الشخصية والاحترام. ما تلمسش حد من غير إذن، وما تعلقش على شكل حد أو لونه أو دينه على سبيل الهزار. التحرش اللفظي أو المعاكسة هنا ليها تبعات قانونية. نصيحة بسيطة: ابتسامة وكلمة طيبة تكفي، واللمس لا. 5. الفواتير والضرائب والمخالفات. افتح بريدك وما تأجلش. لو جالك إنذار أو غرامة ركن أو خطاب رسمي، ما تقولش أدفع بكرة وتسيبه. التأخير بيكبر الغرامة وممكن يوصل اسمك لشركات التحصيل. نصيحة: نظم أوراقك، ادفع في ميعادك، ولو محتاج مساعدة روح لمركز خدمات أو استشر محاسب بسيط. الخلاصة: امشي على القوانين، احترم الناس، واستعمل شوية وعي، هتلاقي كل حاجة أسهل. هنا كل شيء ماشي بالقواعد، والالتزام بيوفر عليك وقت وفلوس ومشاكل. إخلاء المسؤولية القانونية. المعلومات دي للتوضيح العام فقط، ومش نصيحة قانونية. القوانين ممكن تختلف من ولاية للتانية. لو عندك حالة خاصة استشر محامي مرخص أو الجهة الرسمية في ولايتك. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الجديد. قولي لنا في الكومنتات انت بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا في أنهي ولاية، ومن ال5 حاجات دي أي واحدة كانت مفاجأة ليك كنت تعرفها ولا لأ. لو انت جديد في أمريكا خليني أقولك على 7 حاجات كتير منا بيغلط ويعملها أول ما يوصل وبتعطل نجاحه سنين. نصيحة أخوية: خليك أذكى من الغلطات دي من أول يوم. 1. تأجيل الإنجليزي. تقول هظبط لغتي بعدين، وتعيش كله عربي. بعد شوية تلاقي فرص الشغل أقل والراتب واقف. الصح: 20-30 دقيقة يوميا، قواعد بسيطة، كلمات وشغل، ونادي محادثة في المكتبة. خطوة صغيرة كل يوم هتفرق جدا بعد سنة. 2. شغل كاش فقط وما تسجلش ضرائب. تحس إن الكاش أسرع، بس من غير سجل ضريبي ومستندات صعب تستأجر كويس، صعب قرض، وصعب تبني مستقبل. الصح: افهموا الفرق بين W2 و 1099. احتفظ بالإيصالات وكشوف المرتب وخلي ملفك نظيف. 3. الحماس للمشتريات. أول مرتب يعني موبايل غالي، عربية تقيلة، إيجار أكبر من طاقتك. النتيجة: ضغط وفواتير. الصح: حط ميزانية بسيطة، الضروري الأول، وادخار ثابت حتى لو صغير. العربيات توصيلة مش ميدالية. 4. الاستهتار بالكريديت. فتح كروت كتير، استخدام 90% من الحد، تأخير الدفعات، أو التوقيع كضامن لأصحابك. السكور بينهار. الصح: ابدأ بكارت آمن سيكيورد، خلي الاستخدام تحت 30%، وادفع كامل قبل الميعاد. بطء المحسوب أحسن من سرعة خطر. 5. توقيع عقود الإيجار من غير قراءة. عدي وخلاص، وبعدها تكتشف شرط كسر العقد، أو ممنوع مشاركة عدد معين، أو غرامات تنظيف ضخمة. الصح: اقرأ العقد على روقان، اسأل وسيط أو صديق فاهم، وخد تأمين مستأجر بسيط ينقذك وقت المصايب. 6. تجاهل التأمين الصحي. تقول أنا كويس لحد ما نزلت برد تبقى فاتورة آلاف في الطوارئ. الصح: شيك على خيارات ولايتك أو خطط أساسية، واستخدم العيادات العاجلة urgent care للحاجات البسيطة. 7. العيش في فقاعة، لا شبكة علاقات، لا جروبات مجتمع، لا جوب سنتر، فتفضل تلف لوحدك. الصح: وسع دائرتك، مراكز توظيف، جروبات الجالية، تطوع بسيط، ولينكد إن. كلمة من حد تعرفه تفتح باب أسرع من 100 تقديم أونلاين. الخلاصة الودية: اتعلم شوية كل يوم، خلي ورقك نظيف، امشي على القوانين، وابني روتين ادخار بسيط. أمريكا بتكافئ اللي بيمشي خطوة ثابتة، مش اللي يجري ويتكعبل. إخلاء المسؤولية. المعلومات دي للتوضيح العام فقط وليست نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة. لو الفيديو ضاف لك جديد اعمل لايك وتابع القناة عشان تدعمنا وتشوف الحلقات الجاية، وقول لنا في الكومنتات بتتفرجوا علينا منين، ولو في أمريكا انت في أنهي ولاية، ومن الغلطات دي أي واحدة كانت جديدة عليك. شكرا. سلام دلوقتي، ونشوفكم في الحلقات الجاية. لو انت جديد في أمريكا يا أهلا وسهلا يا بيك. عارفين دماغك دلوقتي مليانة شغل، سكن، ازاي تتأقلم، بس تعال نقول لك سر خطير. البنك هنا مش زي البنك عندنا، ممكن يبقى صديق يساعدك أو يتحول لكابوس يبلع فلوسك وانت مش واخد بالك. خلينا نقول لك على 5 غلطات ناس كتير بيقعوا فيهم، ومع كل غلطة هندي لك مثال حي. 1. تفتح حساب في أول بنك يقابلك. محمد أول ما وصل قال
يلا أفتح حساب في أقرب بنك وخلاص. بعد شهر اكتشف إن البنك بياخد $15 كل شهر رسوم صيانة، يعني في السنة $180 طاروا من غير ما ياخد أي ميزة. الصح اسأل عن حساب مجاني أو اللي بيعفيك من الرسوم لو راتبك بيتحول عليه. وأعرف توزيع ال ATM التابعة للبنك حوالينك، لأنك مش عايز تروح تسحب $20 وتلاقي البنك واخد منك $5 رسوم سحب. محمد ضحك وقال: طلعت القهوة اللي شربها البنك أغلى من القهوة اللي بشربها أنا. 2. تنسى تطبيق البنك. أحمد كان بيروح الفرع كل أسبوع يسأل: هو رصيدي كام؟ لحد ما موظف البنك نفسه قال له: يا عم نزل التطبيق وريحنا. التطبيق مش هزار، تتابع رصيدك، تحول فلوس، توقف الكارت لو ضاع، تدفع فواتيرك وانت قاعد في البيت على الكنبة، يعني بدل ما تضيع ساعة مشوار ضغطة زر كفاية. 3. تحط كل فلوسك في حساب واحد. خالد بيقبض مرتب $3000 يحطهم في حساب واحد، إيجار، أكل، شوبينج، كله داخل خارج. في آخر الشهر يبص في الحساب يلاقي صفر. يقول: معقول؟ أنا كنت عايش إزاي؟ الصح افصل بين حساب المصاريف وحساب الادخار. وحركة ذكية: اعمل تحويل أوتوماتيك أول ما المرتب ينزل، يعني مثلا تحول 300 أو $400 على الادخار من غير ما تحس، كده فلوسك بتختفي لصالحك. 4. تطنش الكريدت هيستوري. كتير بيقولوا: أنا كاش ماني يا معلم، مش محتاج كريدت. بس في أمريكا من غير كريدت هتتعب في استئجار شقة أو حتى شراء عربية. مثال: سامي فضل 2 يدفع كاش في كل حاجة. يوم ما جه يشتري عربية بالتقسيط البنك قال له: ما عندكش تاريخ ائتماني، أسفين. الصح ابدأ بكارت آمن سكيورد كارد، حتى لو الحد بتاعه $2 استخدمه في مصاريف بسيطة زي بنزين أو أكل وسدده كل شهر. بعد فترة هتلاقي الكريدت بتاعك بدأ يتحسن ويفتح لك أبواب. 5. تسيب الرسوم الصغيرة وتعدي. مروة اكتشفت إنها بتدفع $2 كل مرة تسحب من ATM مش تبع بنكها. قالت: $2 مش فارقة. بعد 6 شهور لقيت إنها دفعت أكتر من $60، يعني كانت ممكن تشتري بيهم تذكرة طيران داخلية. الصح راقب حسابك من التطبيق. لو لقيت رسوم غريبة كلم خدمة العملاء، ساعات بيرجعوها كمجاملة أول مرة. الخلاصة منا ليك: البنك هنا مش بس مكان تحط فيه فلوسك، ده جزء من حياتك اليومية. لو لعبت صح من أول يوم هتلاقي نفسك مرتاح وفلوسك محمية. لو طنشت هتفضل تضحك وتقول: البنك بياخد مني أكتر ما أنا باخد من نفسي. إخلاء المسؤولية. المعلومات دي للتوضيح العام فقط ومش نصيحة مالية. قبل أي خطوة لازم تستشير مستشار مالي معتمد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك معانا عشان تدعمنا وتشوف الحلقات الجاية. وقولونا في الكومنتات انت بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا ساكن في أنهي ولاية، وفتحت حسابك في أنهي بنك، وتجربتك كانت عاملة إزاي. لو انت جديد في امريكا وبتسال ازاي اعمل فلوس وانا نايم، تعال احكي لك السر اللي كل ما تعرفه بدري كل ما يكون افيد لك. في الفيديو ده هنقول لك على طرق خفيفه، امثله سريعه، وكل نقطه لها حلقه لوحدها بعدين. اولا، قبل اي حاجه خلي معاك صندوق طوارئ صغير، وبعدها نبدا نخلي الفلوس تشتغل لك وانت نايم. اولا، حساب ادخار عالي العائد تحط فيه فلوس الطوارئ بدل الحساب العادي. مثال: لو حوشت $5000 الفايده شهر ورا شهر تغطي لك بنزين او مصاريف بقاله بسيطه من غير ما تعمل حاجه. ثانياً، شهادة إيداع CD تكفي المبلغ لمدة 6 أو 12 شهر مقابل فايدة أعلى. مثال: $2000 في شهادة مدتها سنة ترجع لك المبلغ وعليه أرباح زيادة آخر السنة. 3. سندات حكومية قصيرة T-bills فلوسك مع الحكومة لمدة 3 إلى 6 شهور وترجع لك بزيادة بسيطة. مثال: $1000 لمدة 3 شهور حترجع لك مع ربح صغير وأمان عالي. 4. صندوق أسهم بيوزع أرباح Dividend ETF تشتري سلة شركات وتاخد أرباح كل 3 شهور. مثال: تدخر $100 شهرياً أوتوماتيك، بعد كام ربع تلاقي أرباح بتدخل حسابك. 5. صندوق عقاري REIT إيجار عقارات بس على الورق. مثال: مبلغ صغير في صندوق عقاري وتستقبل توزيعات دورية من غير ما تصلح مواسير بنفسك. 6. تأجير غرفة أو باركينج لو مسموح في عقدك ومدينتك. مثال: غرفة فاضية 800 ليالي في $40 في الليلة، يعني $320 في الشهر. أو باركينج فاضي يتأجر بمبلغ ثابت كل شهر. 7. مشاركة العربية على منصات التأجير تورو لو عندك عربية مناسبة تأجرها في الويك إند. مثال: يومين في الأسبوع يغطوا قسط التأمين بس خد بالك من الصيانة والقواعد. 8. منتجات رقمية تتباع وانت نايم، قوالب سيرة ذاتية، شية ميزانية، صور أو فيديوهات ستوك. مثال: ترفع قالب PDF مرة يتباع عشرات المرات من غير مجهود إضافي. نصايح سريعة: ابدأ صغير واختبر فكرة واحدة، خلي التحويلات أوتوماتيك لما تقدر، واوعى أوهام الثراء السريع، إحنا عايزين مصدر دخل هادي ومستمر. الخلاصة: قسم فلوسك بين أمان بسيط وحاجات ترمي لك دخل كل شهر أو كل ربع سنوي. خطوة صغيرة كل شهر هتفرق كتير بعد السنة. إخلاء المسؤولية. المعلومات دي للتوضيح العام فقط وليست نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة، والقوانين بتختلف من ولاية لولاية. لو الحلقة فادتك اعمل لايك وتابع القناة عشان تشوف الحلقات الجاية، وقول لنا في الكومنتات بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا أنت في أنهي ولاية، وأول فكرة هتبدأ بيها إيه.
سلام دلوقتي ونشوفكم في الحلقات الجاية. المصريين والعرب أول ما يوصلوا أمريكا بيلاقوا حاجات تخليهم يقولوا إيه ده؟ هو أنا في فيلم ولا إيه؟ خلينا نقول لك على أول 6 صدمات حضارية ممكن تحصل معك. 1. المواعيد بالدقيقة. في مصر أو الوطن العربي لو اتأخرت 10 دقايق تقول ما هو كله ماشي كده. في أمريكا لو اتأخرت 5 دقايق ممكن تعتبر نفسك ما جيتش. مرة واحد صاحبنا كان عنده انترفيو الساعة 9 ودخل 9 و7 دقايق، قالوا له آسفين الميعاد فات، والراجل ما استوعبش. رقم 2. خدمة العملاء العجيبة. الإيجابي، لو اشتريت قميصا ورجعت ندمان في الغالب هتقدر ترجع المنتج بسهولة. الصدمة، ساعات تقعد ساعة ونص على التليفون مع خدمة العملاء وتخلص حافظ الأغنية اللي بيشغلوها في الانتظار أكتر من أسماء أولادك. رقم 3. الأسعار قبل الضريبة. تروح السوبر ماركت تشوف علبة $9.99 تفرح، توصل الكاشير تلاقيها بقت $10 و95 سنت، تحس إن في حد سرق دولار من جيبك وانت واقف. رقم 4. البقشيش إجباري تقريبا. في غالبية المطاعم الحساب مثلا يكون $20، تلاقي الجرسون حاطط لك اقتراح، هل تحب تضيف 18% ولا 20% ولا 25؟ وانت قاعد بتسأل نفسك هو أنا أكلت ولا استثمرت في المطعم؟ رقم 5. الكريدت سكور، العفريت الخفي. مرة واحد جديد قال أنا بدفع كاش في كل حاجة، يعني راجل عملي. بعد شهرين حاول يأجر شقة، قالوا له فين الكريدت سكور؟ الراجل حس إنهم بيسألوه عن رقم جلوسه في الثانوية العامة. رقم 6. العربية مش رفاهية. في مدن كتير من غير عربية كأنك محبوس في بيتك. مرة واحد اعتمد على الباص، وصل شغله بعد 2.5 ساعات وكان الشفت خلص. الخلاصة، أول ما توصل أمريكا استعد لصدمات صغيرة هتخليك تضحك أوقات وتلخبطك أوقات تانية، وافتكر دي نصائح عامة مش بديل عن استشارة مختصين. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وتابعنا عشان تكمل معنا باقي الصدمات في الحلقة الجاية، وقولولنا في الكومنتات انت بتشوفنا منين، ولو في أمريكا أكتر موقف مضحك حصل لك بسبب صدمة حضارية إيه؟ المصريين والعرب أول ما يوصلوا أمريكا لسه الصدمات الحضارية مكملة. دي حلقة تكملة للحلقة اللي فاتت، نكمل فيها باقي المفاجآت بطريقة خفيفة تضحك وتعلم. المساحة الشخصية وهاو ار يو. هنا الناس بتحب مسافة أمان، سلم وابتسم بس من غير أحضان فجأة. الكاشير يقول لك هاو ار يو، عايز جود ثانكس مش قصة حياتك. موقف لطيف، واحد من صحابنا بدأ يحكي حكاية الثانوية والكاشير كان بس عايز يرجع له الباقي. التأمين الصحي مش لعب، نزلة برد روح urgent كير بدل الطوارئ. اسأل دايما المكان ده النتورك. موقف حصل، راح الطوارئ عشان كحة، الفاتورة خلت النوم يزعل منه أسبوعين. اتعلم يسأل قبل ما يروح. القمامة وإعادة التدوير، صناديق بألوان، أزرق إعادة تدوير، أسود قمامة، وأحيانا أخضر للكمبوست على حسب مدينتك. في يوم محدد لكل صندوق، غير كده ممكن تجيلك ورقة لطيفة اليوم الغلط يا بطل. وعلى فكرة شكرا من قلبنا لكل حد عمل سبسكرايب ولايك وكتب كومنت في الحلقة اللي فاتت. دعمكم هو اللي بيكبر العيلة دي ويخلينا نكمل محتوى أحسن وأقوى. نرجع لكمل التنوع المبهر، هتقابل ناس من كل حتة وأكلوا من كل بلد، تاكو، سوشي، كشري وحلال في مدن كتير. لو الاسم صعب اسأل بلطف تنطقه ازاي، صدقني بيقدروا ده جدا. الشغل على الورق وأتول، كل شيء بسيستم، عقد، سياسات، إيميلات. وأتول يعني ممكن ينهوا التعاقد فجأة. خليك جاهز، سيرة ذاتية up to date وخطة بديلة. موقف واقعي، واحد اتأخر كام مرة لقى اسمه مش على الجدول، اتعلم يسجل وقته ويلتزم بالإيميلات. الطقس فيلم أكشن، شتاء يعني طبقات هدوم وكاشطة تلج للعربية، صيف تكييف ومية كتير. وما تنساش تغيير الساعة، فجأة الدنيا تظلم بدري. موقف مضحك، غسل عربيته بالليل، صحي لقاها تحت بطانية تلج، اشترى جاروف قبل القهوة. الخلاصة الودية، لما تفهم القواعد الجديدة بدري الصدمة تتحول لضحكة وخبرة. واستنونا في الحلقات الجاية، هنفصل كل نقطة بخطوات بسيطة تساعدك تمشي بثقة. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشترك عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا في الكومنتات بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا انت في أنهي ولاية، وأكتر صدمة حصلت لك كانت ايه. لو انت جديد في أمريكا أكيد أكتر حاجة في بالك دلوقتي هي أجيب شغل ازاي، بلد جديدة، لغة مختلفة، ونظام مش زي اللي احنا متعودين عليه. بس متقلقش، خلينا نقولك الموضوع خطوة بخطوة. أول حاجة، يعني ايه تطبيقات وظائف؟ دي ببساطة برامج أو مواقع بتجمع إعلانات الشغل كلها في مكان واحد، انت تدور تقدم وتتابع من موبايلك. طب ايه أشهر التطبيقات دي؟ عندك Indeed، LinkedIn، Glassdoor، ZipRecruiter، Snagajob. ولو انت طالب في جامعة أو خريجي جديد في Handshake. ولو مهتم بوظائف حكومية فيه USA Jobs. خلي بالك في كريكسليست ممكن تلاقي وظائف، بس لازم تدقق قوي لأن في إعلانات مش مضمونة. ثاني حاجة، مكاتب التوظيف. يعني ايه؟ دي شركات وسيطة بتوصلك بشركات تانية. الفرق بينها وبين التطبيقات، التطبيقات انت اللي بتدور وتقدم بنفسك، المكاتب عندها وظائف مش منشورة وبيساعدوك تظبط السيرة الذاتية والمقابلة.
والأحلى إن أجرهم عادة بيدفعه صاحب العمل مش أنت. طيب، تجهز إزاي قبل ما تقدم؟ 1. إيميل محترم. بلاش إيميلات زي كينج بالكوبرا. اعمل إيميل باسمك. 2. سيرة ذاتية من صفحة واحدة مكونة من بياناتك الأساسية، خبرتك مكتوبة بأرقام وإنجازات، مهارات مرتبطة بالوظيفة، شكل بسيط من غير صور أو ديزاينات معقدة. 3. keywords. خد كلمات من وصف الوظيفة وحطها في السيرة الذاتية بتاعتك. 4. فعل الجوب alerts وخلي بحثك في محيط سكنك. 5. احذر من أي جهة تطلب فلوس عشان تشغلك. خلينا نقف هنا لحظة نشكر الناس الجميلة اللي عملوا سبسكرايب ولايك وكومنت في الحلقات اللي فاتت. دعمكم هو السبب إننا نكمل ونعمل محتوى أكتر يفيد كل الناس اللي لسه جديدة في أمريكا. ثالث حاجة، إزاي تقدم بذكاء. متقدمش بشكل عشوائي على 50 وظيفة في يوم. قدم على عدد قليل لكن بتركيز. عدل السيرة الذاتية حسب كل وظيفة هتقدم لها. بعد 2 أو 3 ابعث فولو اب، رسالة قصيرة تقول فيها إنك قدمت وإنك متاح لمقابلة. 4 حاجة، تركز على إيه قبل ما توافق على وظيفة. الراتب، بالساعة ولا بالشهر؟ في اوفر تايم ولا لأ؟ المزايا، health insurance، إجازات، retirement plan. الشفت، morning ولا night؟ المسافة، وقت وبنزين ومواصلات. نوع التعاقد، W2 ولا 1099؟ هل فيه استقرار وفرص ترقية؟ مثال صغير، وظيفة ألف بتديك $18 في الساعة، شفت صباحي، والمكان قريب 10 دقايق من البيت. وظيفة باء بتديك $20 في الساعة، شفت مسائي، بس المكان بعيد 50 دقيقة بالعربية. هنا لازم تحسبها، وقتك وبنزينك وصحتك جزء من الراتب. الخلاصة، اختار تطبيقين أساسيين، زور مكتب توظيف كويس، ضبط الريزومي، وخلي عندك معايير واضحة تقارن بيها العروض. خطوة منظمة كل يوم هيعنى شغل أسرع وبشروط أحسن. تنويه مهم، المعلومات دي عامة ومش نصيحة قانونية أو مالية. القوانين بتختلف من ولاية للتانية. استشير جهة مختصة قبل أي قرار. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، سبسكرايب، وكومنت تقول لنا بتشوفنا منين. ولو في أمريكا، انت في أنهي ولاية؟ وأكتر تطبيق جابلك شغل كان أنهي واحد؟ لو انت جديد في أمريكا وعايز تلاقي شغل بسرعة وبذكاء، تعال نفكلك إنديد خطوة خطوة، ببساطة ومن غير تعقيد. يعني إيه إنديد؟ هو موقع وتطبيق بيجمع آلاف الوظائف من شركات كتير، تدور، تقدم، وتتابع كل حاجة من موبايلك. أول حاجة قبل ما تفتح التطبيق لازم يكون عندك إيميل محترم باسمك، خط موبايل، ورسالة صوتية ترحيبية واضحة. سيرة ذاتية بالإنجليزي صفحة واحدة من غير صور، بنقاط قصيرة وإنجازات. قائمة كلمات مفتاحية مرتبطة بالشغل اللي عايزه، زي warehouse، customer service، forklift، excel. وبالمناسبة حابين نشكر كل الناس اللي بتعمل لايك وبتشترك في القناة وبتكتب كومنتات جميلة. دعمكم هو اللي بيشجعنا نكمل ونقدم محتوى أكبر وأحسن. شكرا ليكم من القلب. نرجع لموضوعنا، إزاي تستخدم إنديد. اعمل حساب وخلي السيرة الذاتية بتاعك searchable عشان أصحاب العمل يلاقوك. اكتب عنوانا واضح زي warehouse associate، entry level أو customer service، bilingual Arabic English. في الملخص اكتب سطرين، خبرتك، لغاتك، وتوافرك. حط مهارات عملية زي forklift، picking packing، excel، food safety. استراتيجية البحث الذكية، أبحث بعناوين بسيطة ومعادلاتها، warehouse associate، picker packer، cashier، customer service. استخدم علامات الاقتباس والكلمات السلبية، مثال warehouse associate، senior manager علشان تستبعد الوظائف الكبيرة. جرب كلمات زي entry level، no experience، training provided. الفلاتر اللي هتوفر وقتك، التاريخ، آخر أيام قليلة، المسافة من ربع ساعة ل20 ميل. الراتب، حط حد أدنى واقعي. نوع الشغل، دوام كامل أو جزئي. الشفت، صباحي أو مسائي أو ليلي. المقارنة بين العروض، اعملوا جدولا بسيط بدرجات من 10 درجات للراتب، المزايا، المسافة، الشفت، وفرص التعلم. العرض اللي يجيب أعلى مجموع هو الأنسب ليك. الخلاصة، إنديد أقوى أداة لو استخدمتها بذكاء. بروفايل واضح، بحث بكلمات ذكية، فلاتر مضبوطة، وتقديم متقن مع متابعة قصيرة. خطوة صغيرة كل يوم وهتلاقي مقابلات خلال أسابيع بدل شهور. لو الحلقة فاتك اعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات بتشوفنا منين، ولو انت في أمريكا في أنهي ولاية، وأكتر كلمة بحث جابت لك نتائج كويسة كانت إيه. وما تنسوش لايك للفيديو ومتابعة للقناة علشان عندنا كتير نقدمه لكم. تقعدوا بالعافية، سلام.